السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في قناة يونس رياكشن تي في. اليوم وعذرا على غياب طويل لحكم رمضان وحكم الشغل لديه، لكن في هذه الحلقة معنا ضيف الحلقة وكلكم تعرفونه وهو غني عن كل تعريف كما تشاهدون خلفي على الشاشة. الفيديو ما يمكنش باغي نقول شكون أنا. هذا هو بنسنس كما تشاهدون، وسيقول من هو، وسنقول على بعض النقاط أو سنشرح بعض النقاط، ومن جهتي الخاصة سأفدي رأيي. لنشاهد ماذا سيقول. السلام عليكم الدراري، سمحوا لي تعطيت عليكم بزاف. ما درتش فيديوهات في هذا رمضان. علاش؟ مغامرات في رمضان الدراري، بيني وبينكم ما مغامرات ما والو. فهمتيني؟ رمضان ديال فهمتيني ديال التبده. فهمتيني؟ طريح ترتاح داكشي. وغادي نحاول نزرب الفيديو شويه لان هذه المقدمه ديالو، وبانه كانوا عنده واحد الظروف اللي هي باش ما توصلش بالدرع الفضي، لانه قالوا له بان المحتوى ديالك بانه خطير بزاف وهذه وفي التالي من بعد مراجعه الفيديو قبلوا بان يعطوه الدرع الفضي. ولكن الغريب في الامر هنايا الخوت، لانه غبي يعطيه للمشجعين ديالو والتا الثاني، وغادي يدير واحد القرعه. المهم غادي نزربوها عاد باش نشوفوا اصل الفيديو علاش غادي نديروا هذا الرياكسيون هذا. انا دومونديت على الدرع الذهبي، وبعد مراجعه القناه عاوتاني حيت انا نهار الاول باش طلب الدرع فضي شنو قالوا لي؟ قالوا لي بان القناه ديالك ليس مناسبه، ما كتستحقش الجائزه نعطيوها لك. علاش؟ حيت كان عندي محتوى شويه مغامرات داكشي. غادي نعطي ليه القرعه، غادي في انستغرام، غادي نحط صوره بحال هكا، وشرط مسابقه غادي تكون في انستغرام وفي الكومونتيرات. فهمتيني؟ هذه دابا غادي نحاول كنزرب الفيديو شويه، لانه هو غادي يقول على فاش غادي يدير القرعه. دابا غادي نزربو شويه فاش غادي يوصل هو لديك المرحله ديال غادي يشرح شكون هو. ها هو هذا راسي الخطر. ثاني حاجه ما نتخطفش. ثالث حاجه كيفرضوا عليا انني ما نقولش هذا الشيء باش كيبقى هذا الشيء سري بيني وبينه. رابع حاجه، علاش انا انسان وحيد، علاش ما عنده لا صحاب لا والو. علاش كياكل شي حوايج اللي يقدروا يشكلوا خطر على الانسان، وانا لست انسان عادي، انا ماشي بشر. المهم هو قال بأنه ماشي إنسان عادي، ومن هذه لا أحد يمكن أن يختلف أو يتفق، لأن ما يمكنلكش تعرف الإنسان هو اللي كيعرف ذاته. وبعض الناس كتشوفهم عاديين هما ماشي نورمال، هذه من طبيعة الحال، ولكن الله تعالى أعلم. يعني ما عندكش دراية على ذاك الشخص وما عايشش معاه. ولكن الغريب في الأمر كما كنقولوا حنا، الإنسان ملي كياكل شي حاجة ماشي هي هذيك راه ضروري من طبيعة الحال كنقولوا ماشي نورمال. على زيادة على في هذا الفيديو بأن صرح غادي يدير واحد الفيديو اللي غادي ياكل داكشي ديال الحمار ديال العضو اللي تحت من العضو، يعني الكلاو الكره ديالو بهذا المعنى لصالح العباره غادي ياكلهم. يعني فيديو راه صراحه ملي هو كيدير التنبيه بان غادي ياكلهم. فهذا الفيديو هذا راه صراحه هو قال لك ماشي من دوك الناس العاديين. اذن هنا غادي يجيب لنا واحد المقتطفات من واحد العلماء او ناس كيشرحوا ديك الحاله النفسيه ديالو، او بحال هاد الناس اللي عندهم هاد الحاله هادي. نشوفوا الناس شنو غادي يقولوا، او الفقيه او هذا واحد. الناس ناس شبيه الناس، كأنه يصف فيه الأشخاص اللي يخنسون المفسدين الضعفاء. هذا الناس ترى شكله إنسان ولكنه ليس إنسانا، وإنما هو ناس. هذا معناه. فالناس شخص مذموم يشبه الناس وليس بالإنسان المستقيم المملوء. قال الرحالة العربي المسعودي في كتابه أخبار الزمان مع نصه: ومن العجائب خلق النسناس، وهو كمثل الناس. قيل: ما النسناس؟ قال: الذين يشبهون الناس وليسوا بالناس. إن الأوصاف من يشبه الناس وليس بالناس، يعني كيشبهوا بحال الناس ولكن ماشي الناس. الشكلية والصفات الجسدية التي تميز بها فيما رسالة عاجلة الأخي. هذه واحد الرسالة من متابعيه
لانه هو كيقول له على بالنسبه للمغامرات، ولكن ما متفقش معاه بدوك الحوايج اللي كما كنقولوا كيدير معاهم كيديرهم. نصنتو شنو قال هذا. بالنسناس انا شخصيا عجبتيني بزاف لما فضحتي دوك المشعوذات ودوك السحارات، كنتي سبب في تغيير واحد المفهوم كبير عند الشباب، ثم سبب واحد اجراء امني زوين اتخذ مولي عبد الرحمن. انا كنشكرك بزاف على هذا، ولكن ما عطاتنيش نفسي وانايا كنشكرك وانت عاجبني في هذا لافير هذا اللي ونعاود ندير عليك رياكسيون، فهمت، ندوز هذا يعني شكرو. هذا عاوتاني كيشرح على ديك بالنسبه للحاله ديالو. هذاك السيد راه ملبوس، يعني 100% ملبوس 100%. يعني هذا الشخص قالك بانه هو يقدر يكون ملبوس. يعني اي واحد كتقدر يكون كيدير شي حوايج عاديين ولكن هو ماشي عادي. بالنسبه من هذا المنبر هذا دعوا مع الوالد ديالي حتى هو بانه مريض شويه، ونتمنى بانه قالت لي والده دابا حاليا راه شويه مزيان. نتمنى الخير لاي واحد، والله يشافينا ويشافي سيدنا محمد جمعاء. نسيتو هذا كامل. هذا عاوتاني نشوفوا الراي ديالو. الفكره ديال هذيك المساله اللي مشى، وعجبتني الفكره ديال داكشي اللي كيقوم به، الله يسخر عليه ويسهل عليه. اما المساله اللي دار بالناس واش اثر ولا لا، هو اصلا مريض، هو اصلا مريض. رجعت الفيديوهات ديالو قدام، شتي دابا من خلال كشخص ولا شي كيشكروه الناس، ولكن من خلال دوك الافعال اللي كيدير يعني ماشي نورمال. يعني هذه العقل المنطقي او العقل الواعي يعني ما يقدرش يديرها، وتمشي لدوك البلايص ولا تمشي للمقابر ولا دير عشاء تما ولا تمشي لواحد الجزيره ما كتعرفش شنو هي المخاطر. يعني صراحه هو كيدير شي حوايج هاربين يهرب لك. وزيدو هو قال ما عندوش مع الصحاب، ما عندوش مع هادي، وكيحترم اي واحد، كتحترم الراي ديالو. ولكن واش طبيعي او ما طبيعي الله تعالى اعلم. يعني هو هنا بهاد الناس كيقولوا بانها انسان غير طبيعي، ولكن العلم لله. يعني ما عندكش واحد ديريها، او انت اصلا ما كتلاقاش مع داك الشخص باش تفهم السلوكيات ديالو كيفاش دايره. كان مريض بالجن وكان مريض بكذا، الله يشافي. في هذا المقر هذا بدات الحكايه ديال وهذا الشخص هذا بان هذا اللي قال هذا هو واحد الراقي اللي كان ديجا تعاطى تقريبا، كان مريض هذاك الناس بشي حوايج وقعوا له شي مشاكل. وهذا السيد هذا كان سبب في الشفاء ديالو بالرقيه. ناس معايا المعالج اللي كان سبق ودار له الرقيه. ديك الناس اللي كيعرفوا ما تعرفوش الخلفيه ديال الناس. الناس راه كيشوفوا غير في الفيديوهات وكيشوفوا انه كيطلع وتيدير وكيفعل وانه عنده واحد القوه وانه عنده كذا. هو فين كاين شي واحد في اداه واحد 90% ديال الناس راه غير تافهه، وتلقى تيك توك تافهه في تيك توك وكيجمعوا الفلوس وكتسمع شي فلوس ديال كيضرب لك في اللايف 70 مليون 15 مليون 17 مليون. هو راه ما يقدرش يدير هذا الشيء. هو راه هو دابا راه باش يدير معاك اللايف والله ما يدير معاك اللايف. هنا دابا الاشكال قال لك هو ما يقدرش يدير معاك اللايف. يعني باش يقدر هو يدير مثلا اللايف ويهضر مع الناس، قال لك هو ما يقدرش يدير اللايف. ولكن ملي كنشوفوا في هذا الفيديو في التقديمي بانه غادي يقدم الدرع الفضي او الذهبي بشكل عام، غادي يدير لايف في الانستغرام وغادي يدير القرعه. يعني واش نكذبوا هذا ولا نكذبوا هذا الله تعالى اعلم. يعني الايام هي اللي غادي تثبت لنا. هذا هو باش كنقولوا واحد الانسان ما يحكمش على واحد شي حاجه بسيطه. يعني كنشوفوا واحد وكنعطي الراي ديالي انا كشخص، وانت تعطي الراي ديالك كشخص، باش كتوصلوا واحد المحتوى ولا واحد الفكره معينه ولا المهم. ها انتم قلت يعني بشكل السنه باش كنتي درتي لي الرقيه كان واحد الصراع قويه. يعني انا راه نسيت ديك الفيديو، انا ما تيقش كيفاش هنا فاش كانوا كيديروا له الرقيه هذا بالنسنس. يعني فاش كان تعرض الاصابه للجن ولا البوس كيفاش كيشرحوها. ديجو تحكمتو في الاول بوحدي. سبحان الله تنقول لك بالصحه ما شاء الله. نزيدو نجربوا الفيديو. دابا كنجرب الفيديو نشوفوا هذا. نجربوا الفيديو. هنا عاوتاني شو هذا عاوتاني حتى واحد الشخص كيعطي الراي ديالو نتكلم عليها اليوم. هنالك العديد من الناس الذين يعتقدون الجن لما يسمعوا الجن كيسحب لهم ان الجن راه واحد المخلوقات اللي هي عندها واحد الصور اللي هي عجيبه وكيخلعوا الى اخر ذلك، كما كيسوقوا لنا في بعض الافلام ولا سوقوا لنا ملي كنا صغار. متفق معكم. في العالم السفلي هنالك نوعيه من الجن لديهم صور مخيفه، لكن راه الحقيقه اللي رافضين ما بغاش تدخل لعقل الناس ان راه واحد النسبه ديال الجن بشكل كبير اللي كيتعايشوا معنا وكيتسوقوا وكيمشيو معنا للحمام وكيدخلوا حتى هما كيدرسوا في بعض المدارس ديالنا ولا كيمشيو عند بعض المشايخ اللي يقراو القران عندهم وبحالنا بحالهم. ما كاينش غرام ديال المشكل. وتلقاها لما كنسمعوا الجن كنتفكروا زعما العهد الجاهليه وشي وحده دايره خنشه وشعرها مشعكك والسروال لا لا لا.
راه تلقى جنيه ضاربه شي حوايج اولا لابسه شي لباس اللي الانسيه ما تعرفش تلبس بحالها، لا في الميكاب لا في الشعر لا في المشيه لا في بزاف د الحوايج. كيركبوا معنا في طاكسيات والله الذي لا اله الا هو، كيكونوا معنا في الاسواق، تكون غادي في الطياره تركب معك في الطياره، تكون طالع في شي لاسانسور تلقاها في لاسانسور عاديه بحال هذا، هي شاده التليفون، حتى هي مثلا بالحوالق، حتى هي بالشعر، حتى هي بالميكاب، ولا يبان لك عاوتاني راجل عادي تا هو بالرازي تا هو بالوشمه هنا في الدراع وهذا، تقول هذا والله الذي لا اله الا هو يا اخوان. لا ما كاينش الفرق بيننا وبينهم. من خلال هاد الشخص هذا اللي كيقول هذا، نقدر نتفق معاه نقدر ما نتفقش معاه، المهم كل واحد كيدير الراي ديالو، وهي من طبيعه الحال كامل في هذا الشيء في المجموع هو نستافدوا كاملين ونستافدوا. اللي طال الانتباه ديالي هو فاش كيقول هو هكا يكون بحالنا يجي ويقرا وكذا، من غير ما غادي ندخل في واحد الشخصيه ديال ولا في واحد المتاهه ديال كيفاش غادي يدخلوا كيفاش غادي يتسجلوا باسم شكون، من خلال حنا كنقولوا لاكارت ناسيونال، يعني بزاف ديال الحوايج اللي هذه غادي نيل واحد القوس من طريقه امنيه مثلا في لاكارت، واش غادي يكون عندهم كارت او سي تا هما بحالنا بحالهم كذا وداك التخربيق. المهم هذه دوزناها، المهم كان الراي يحترم لاي واحد، ولكن فاش غادي نقدر نتفق اننا كنشوفوا بعض الفيديوهات كنشوفوا الشخص كيكون غادي ببعض الكاميرات، يعني كاميرات المراقبه او كاميرا ديال الشوارع او يعني كاميرات من لي سيكوريتي، وكيكون بعض المرات شي دري صغير كيكون شي شخص في الجنب كيدوز بواحد السرعه هائله وكينقذ داك الطفل يعني باش ما يوقع له حتى شي حاجه. هادو كنشوفوهم واش هما في الفعل هادوك الاشخاص هي هاد السيد اللي كيقول هو هذا، ولا شي حوايج اخرين ولا هادي ظواهر اخرى، او الخداع ديال داكشي ديال الفوتوشوب او الفيديو ماكر كما كنقولوا. وهذا هو التحليل ديال هذا الفيديو، وما تبخلوش علينا بزاف سبسكرايب وتضغط على زر الجرس ليوصلكم كل جديد. اللي عجبكم هذا الفيديو باش تشجعونا، بيس اند لوف. هذا هو اللي كان الرياكسيون ديال اليوم، وبالسلامه.